أهلا بكم متابعي قناة ملوك الحمام. يسأل الكثير لماذا يموت زغاليل أو فراخ أو صغار الحمام. نلاحظ أن الفراخ بصحة جيدة. لاحظوا عندنا هذا الفرخ ميت، طبعا وجدت هذا الفرخ ميت في العش، وهذا الفرخ الثاني. لاحظوا الفرخ بصحة جيدة، يعني لا يوجد أي مشكلة، ولكن السبب في الفترة الأخيرة نلاحظ أن الأم والأب يتركوا الفراخ، يعني يهملوهم. طبعا الأم والأب في لهذا الفراخ، يعني لاحظت أنهم أخذوا عش ثاني، تركوا العش الأول اللي موجود فيه الفراخ وأخذوا عش ثاني، وبدأت الأنثى تتزاوج وبدأت تجهز العش للبيض، فأهملت العش الأول. العش الأول موجود في هذا الفراخ. طبعا اليوم طلعت لقيت الفرخ هذا ميت، ووجدت هذا الفرخ يعني عايش، ولكن الحويصلة كانت فارغة. الحويصلة عندهم كانت فارغة جدا بسبب الجوع. طبعا هذا يحصل دائما في تربية الحمام. أنا كنت أعاني من هذه المشكلة دائما، أن الأنثى والذكر يتركوا العش ويبدأوا في بناء عش جديد، وبعضهم يترك العش نهائيا. بعض الإناث تدخل إلى العش ولا تطعم الفراخ. طبعا ولاحظت أن الذكر يطعم الفراخ أكثر من الأنثى. بدأ الحمام الزوج بتغيير العش مع وجود الزغاليل، تبدأ الزغاليل تموت من الجوع. ففي هذه الحالة ضروري جدا أن يتدخل المربي، أن يأخذ الفراخ يؤكلها يدويا حتى لا تموت. لاحظوا هذا الفرخ مات بسبب الجوع. لاحظوا الحويصلة فارغة، وهذا أخذت الفرخ هذا وأطعمته يدويا، وضروري جدا أن نتابع هذا الفرخ بالإطعام اليدوي حتى لا يموت. وسوف نتطرق إن شاء الله في مقاطع قادمة طريقة إطعام فراخ الحمام، كيف نطعمها يدويا. يعني يوجد عدة طرق لإطعام الفراخ يدويا، فإن شاء الله في هذه المقاطع القادمة سوف نشرح لكم الكثير من الطرق لإطعام الفراخ يدويا حتى لا تموت. يعني أي شخص يتعرض لهذه الحالة، زوج من الحمام يترك الفراخ، ضروري جدا أن يتدخل المربي، وضروري يكون عند المربي خبرة في إطعام الفراخ يدويا، إما أن نؤكلهم الحبوب أو نؤكلهم بالسرنجة. فيوجد طرق كثيرة إن شاء الله سوف نتكلم عنها. فقط في هذا المقطع حبيت أن أشرح لكم السبب الذي يجعل الفراخ تموت في العش وهي بصحة جيدة، يعني ليست مريضة وليست هزيلة، ولكن فجأة تتركها الأم والأب وتبدأ الفراخ بالجوع وتموت. هذا، ونتمنى لكم الفائدة، وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.